الجمهور المغربي ما يحتاج دعوة لأول مباراة حتى يعطي انطباع للقارة الأفريقية أن الشعب المغربي يتنفس كرة قدم في هذه البطولة. طبعا كذلك المغاربة يرحبون بالأشقاء العرب في المغرب. لا، الجماهير لا تحتاج دعوة. جماهير المغرب أصلا هتلاقيها في الشوارع من قبلها بيوم. جماهير المغرب عندها حاجتين يا عبد الله: الرياضة والفن. ده حياة وعشق، هم أصلا بيتربوا على الرياضة والفن، فجات لهم البطولة في وقت هم متفوقين في كل أنحاء الرياضة، عشان تتويج للجهود وكمان عشان إظهار الكلام ده لكل الناس. يعني أنا شايف اللي جماهير المغرب هتبقى علامة فارقة في حضور المباريات. ليست مباراة الافتتاح بس، وليست في الدار البيضاء، وليست في كازابلانكا، في اي حتة، في اغادير، في الرباط. لا لا لا، انا شايف اللي البطولة دي يا عبد الله، واسمع مني القصة دي يا عبد الله، البطولة دي ستكون الأكثر جماهيرية في تاريخ بطولات أفريقيا. في المغرب صح. متأكد مليون في المية. الأجواء المحيطة والأفراح والهالة بتاعة البطولات والنتائج المبهرة بقيادة فوزي الأخجع هي اللي عاملة حالة النهاردة في المغرب. احنا بنشوف المغرب، بنشوف في كل حتة في أفراح، في كل حتة قدام بيت كل واحد بيحاول يعمل حاجة عشان تبان المغرب بالصورة التي تليق بيها. أتمناها بطولة في الآخر تتويج عربي أيا كان الفريق. أتمناها بطولة ناجحة، لأن لما بتكون حاجة للمغرب عبد الله أنت من القلب كده يعني بتبقى عايزها تنجح، هتبقى عايز دايما المغرب تكون ظاهرة في كل الحاجات الرياضية. فأتمنى يا رب إن شاء الله تكون البطولة عربية. أتمنى النجاح الجماهيري ليها. ومن غير دعوة عبد الله، الافتتاح فول، الافتتاح مفاجئ، الافتتاح على اعلى مستوى. وهتشوف عبد الله عروض افتتاح، انا ما اعرفش المفاجآت ايه، لكن انا متأكد من عرض افتتاح يليق بالقارة السمراء.